مرحبا، يسعد لي أوقاتكم يا أحلى متابعين بالدنيا كلياتها. اليوم وصفتنا مقبلات، هي القرنبيط بطحينة والكوسة بطحينة. مقبلات كتير لذيذة وكتير سهلين واقتصاديين، بينفعوا معك للعزومات وبينفعوا معك لرمضان بما أنه جاي على الأبواب. إن شاء الله كل سنة وانتم سالمين يا رب. فخليكم معي للآخر لنشوف كيف طبقناهم خطوة بخطوة. لا تنسوا لي اللايك يا حلوين. اللي عم تشوفني أول مرة حبت القناة وعجبتها تشترك فيها وتفعل زر الجرس مشان يوصلها كل جديد، فضلا وليس أمرا. بتشرفوا وبتنوروا القناة حبيبات قلبي. نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله نبدأ. اليوم المقبلات تبعاتنا كتير طيبين كتير سهلين. عندي هون 4 كوسايات صغار قطعتهم بهالشكل، وعندي راس صغير من القرنبيط الزهرة قطعتها كمان قطع، يعني لا كبيرة ولا كتير صغيرة. اليوم بدنا قرنبيط بطحينة كوسة بطحينة، تعالوا نقليهم سوا. عندي هون الزيت حامي كتير منيح، نحط الزهرة هلا. انا حميتهم من وسط الغاز، بس لسقطهم بدي رد عليه الغاز مشان ما نطرج الغاز، يعني نزفر الدنيا. مشان نكسب الوقت نحطهم كلهم سوا، ما بيأثر، يعني انتي وعم تقيميهم فيكي تفرقيهم. هلا بنعلي الغاز بنتركهم يتقلوا على مهله. تعالوا لبين ما يصيروا نساوي نحن الصوص. عندي بالصوص هون تقريبا ربع كيلو لبن، بحط عليه معلقة صغيرة ثوم مطحون. ما بتحبي الثوم بهالأكلات لا تحطي، بس هو الثوم بيعطيكم كتير نكهة طيبة. عندي عصرة ليمونة، معلقة ملح صغيرة. هذا هو الصوص تبعنا، بنحرك كتير منيح. عن جد هو من المقبلات كتير طيبين، خصوصيا جاي رمضان هلا عشان ما تختاري. هلا بنستنى بقى الزهرة لتستوي والكوسة لنكمل وصفتنا. أنا عندي جاهزين بنقيمهم لأي مصفاية أو محارم مطبخ، بنصفيهم كتير منيح. شايفين ما كل وقت معنا كتير، وبمقلاية وحدة حطيناهم.
هلا بنصف فيهم بقى. بنحط عليهم بقى الصوص. شايفين أكلتنا ما أكلت وقت أبدا أبدا. مقبلات كتير طيبة، تمشي معك للعزومات، تمشي معك لرمضان. إن شاء الله كل سنة وانتم سالمين يا رب. إن شاء الله بينعاد علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير والصحة والعافية يا رب. هنحط على الوش بقى بقدونس، الزوزقة يعني. ورشة صغيرة زيت الزيتون. وهيك لهون انتهوا وصفاتنا. بتمنى يكونوا عجبوكم، واكتبوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. بتمنى تكونوا وصلتوا معي لهالوقت هذا وما نسيتوا اللايك يا حلوين. واللي عم تشوفني أول مرة حبت القناة وعجبتها تشترك فيها وتفعل زر الجرس مشان يوصلها كل جديد، فضلا وليس أمرا. بتشرفوا وبتنوروا القناة حبيبات قلبي. برحب بالمشتركين الجداد، بقول لهم يا ميت أهلا وسهلا فيهم، شرفوا ونوروا القناة، وإن شاء الله القناة تطلع عند حسن ظنكم. شكرا لكم، شكرا لوقتكم، شكرا لتعليقاتكم اللي كتير حلوة. الله يوفقني ويوفقكم ويوفق الجميع يا رب. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله برعاية الله، وإلى اللقاء.